بالنسبه لي الاشارب اهم حاجه في الطقم، هو اللي بيحليه وهو اللي بيوحشه. فانا اغلب الاوقات بشتري الطرحه قبل الطقم واطقم عليه زي ما انتوا بتشوفوا وتلاحظوا في فيديوهاتي. فمن سنه كده عديت صدفه على محل بيبيع اشاربات وطرح واشتريت منه كذا واحده، ومن ساعتها اغلب طرحي من هناك. جالي فكره ان انا ليه ما اصورش المحل ده، فتعالوا نشوف مع بعض. هو اصلا المحل من بره شكله عسول، انا اول تعامل معاه كان اونلاين، فهو بيوصل لاي مكان عادي. بعد كده عرفت ان هو قريب من بيتنا، فبقيت اروح علشان انقي براحتي. وعادي لو عايزه اونلاين ابعتي صوره الطرحه وهم اعتقد ان هم هيوصلوها لك عادي، عشان انا عملت كده. نيجي بقى على الاسعار، اسعاره حلوه قوي ومش غالي وعنده كل حاجه. انا اكتشفت بعد ما صورت الفيديوهات في المحل، رجعت البيت لقيت الفيديوهات انا ما اتسجلتش. انا شكلي يعني دوست على زرار غلط، فهوريكم انا اشتريت ايه علشان تشوفوا انا اخترت ايه النهارده. بصوا دي اللي هي كوبي ايما، وعايزه اقول لكم ان هو قال لي ان دي شاش واللي هي الماتيريال بتاعتها حلوه وما بتبهتش خالص. فانا مش بفهم قوي في الماتيريال، يعني انا ما بخشش المحل فاسدوكه. فانا قلت له بص هو انا كنت عايزاها شيفون، فانا ما لقيتش شيفون يعني النهارده، لقيت بقى اشكال تانية عندي. فانا قلت له هي الشاش دي حلوه، انا ما اعرفش. راح قال لي لو حصل لها اي حاجه انت هترجعيها. معنى كده هو كان واثق في كلامه، انا ما بعرفش اعمل فاسدوكه يعني. الوانها حلوه وواضحه، احسن حاجه ان هي شاش فمش هتقع من على كتفي لما اعملها بالطريقه دي علشان انا بتبهدل. وبس كده، استنوا بقى لما البسها على طقم ابيض. باي باي.